الوحوش كانت ماشية في الشوارع، بس الناس ولا كأنهم شايفين حاجة، حتى لما حد كان بيتاكل قدام عينيهم. في العالم المستقبلي ده كل واحد كان عايش جوه فقاعة خاصة بيه. كل يوم الصبح أول ما تصحى أول حاجة تعملها إنها تشغل الفقاعة الذكية بتاعتها، ومن خلالها تقدر تكلم صحابها، تشارك تفاصيل يومها، وكمان تمشي ورا أسهم بتدلها على طريق من غير ما تبص قدامها أصلا. في يوم من الأيام كانت بتتفرج على بث مباشر للمعبود بتاعها، فجأة واحد غريب دخل على فقاعتها وفضل يحذرها إن العالم مليان مخاطر، بس هي افتكرته نصاب فعملت له حظر على طول ورجعت تكمل البث من غير ما تعرف إن الخطر كان بيقرب منها بهدوء وخبث. بعد شويه وهي في الشغل غريب تاني اقتحم فقاعتها. المره دي كانت بنت صغيره، قالت لها انها هتديها 5 مليون دولار لو قفلت الفقاعه، وبصت لزمايلها اللي حواليها. الفلوس غرتها فوافقت وقفلت الفقاعه، بس اللي شافته قدامها خلاها تترعب. كان في واحده بيتاكل حيه قدامها على ايد وحش. من كتر الخضه شغلت الفقاعه بسرعه ورجعت تتفرج على البث بتاع المعبود بتاعها كانها بتحاول تهرب من الحقيقه. لكن الاثنين الغرباء ظهروا تاني في قاعتها وقالوا انهم جايين ينقذوها، وقالوا لها ان الطريقه الوحيده للنجاه انها تقفل الفقاعه وتتجنب الوحوش اللي ما بتتشافش غير بالعين المجرده. بعد تردد لحظه قررت تسمع كلامهم، قفلت حاجز الفقاعه وخرجت من مكتبها بالراحه. ما مشيتش كام خطوه غير لما اتكعبلت وخبطت في طرف ترابيزه. حاولت تجري بسرعه فشغلت الفقاعه تاني وجريت ورا الاسهم اللي بتشاور على المخرج. المره دي قدرت تخرج من المكتب بسرعه، لكن وهي داخله على المصعد الوحش دخل فجأة قدامها. الاسهم كانت لسه بتشاور لقدام، والاثنين الغرباء جوه الفقاعه كانوا بيصرخوا فيها ترجع ورا. بس بعد سنين طويله وهي معتمده على الفقاعه حتى والوحش قدام عينيها رجليها ما رضيوش يتحركوا.